الطريقة اللي بتقعد بيها على الكرسي بتاعك بتعرف الشخص اللي قدامك بالظبط انت بتفكر ازاي حتى وانت مش واخد بالك. النهاردة هتعرف ازاي من طريقة القعدة بتاعتك نتيجة موقفك بتتحدد. يلا نشوف. وضع الجلوس الأول أو الطريقة الأولى في الجلوس اسمها تقاطع الساقين الأوروبي، ودي 70% من الرجالة بيحط رجليهم الشمال فيها على رجليهم اليمين، وده الوضع المعتاد في الثقافات الأمريكية والأسيوية والبريطانية. بس لو الشخص اللي بيعمل الحركة دي استخدم معاها وضع تاني الدراعين فده معناه ان هو انسحب عاطفيا من الحوار خالص. والابحاث في مجال العمل قالت ان الشخص اللي بيعمل الحركة دي بيبقى ردوده قصيرة او كلامه قصير بمعنى اصح، كمان ما بيبقاش عنده تقبل لاي افكار او اي مقترحات بتتقاله، وكمان ما بيفتكرش حاجة او اللي بيفتكره جزء بسيط جدا من المناقشة اللي بتتقال. فده معناه ان الشخص لما بيبقى جسمه منغلق عقله كمان بيبقى منغلق حتى لو هو باين قدامك ان هو صاحي ومركز. اما طريقة الجلوس التانية اسمها طريقة الوضع رقم 4، ودي بيعملها الرجالة اكتر او بيعملها الرجالة بشكل عام، وبتبرز سيطرة وقوة وحيوية لانها بتبرز منطقة تشعب الساقين، وبيستخدمها الرجالة الامريكيين او الشباب المتأمرك او الذكور اللي متأمركين في الفلبين وفي اليابان وفي سنغافورة. وكمان في قصة حوالين الموضوع ده، في الحرب العالمية الثانية النازيين كانوا بيركزوا جدا مع الرجالة اللي بتعمل الوضع ده، لان ده كان دليل واضح جدا ان الشخص ده يا اما شخص امريكي او شخص على الاقل عاش فترة في امريكا. فالقعدة بالطريقة دي زي ما قلت بتبرز منطقة تشعب الساقين وبتبين وضع سيطرة واسترخاء اكتر. لكن في دول شرق اسيا او دول الشرق الاوسط بشكل عام او احنا كعرب اللي بيقعد بالطريقه دي قدامك فدي معناها ان هو اهانه، لان هو بيبقى موجه الحذاء بتاعه ناحيتك. كمان في وضعيه تانية لرقم 4 وهي تثبيت رقم 4، ودي عن طريق ان الشخص اللي بيقعد بالطريقه دي بيمد ايده بيمسك بيها رجلين اللي محطوطه على الرجل التانية، وده معناه ان الشخص ده عنيد جدا ودماغه ناشفه يعني زي ما بنقول، وكمان ما عندوش اي قبول لاي اراء تانية خالص. فعشان كده خد بالك ان الشخص اللي بياخد قرار او ان هو يعني خلاص قرر حاجه معينه ما بيحطش رجل على رجل، لكن لو خد القرار فدايما بتبقى رجليه جنب منه على الارض. وقبل ما نكمل ونروح للنقطة الثالثة أو الوضع الجلوسي الثالث، لو المحتوى ده فادك ما تنساش تشترك في القناة، وكمان اكتب لي في الكومنتات لما بتحضر اجتماع أنت مش مرتاح له بتقعد إزاي. أما طريقة الجلوس اللي بعد كده اسمها وضعية تشبيك الكاحل. ببساطة بتعبر عن إحساس بالخوف أو إن في مشاعر سلبية موجودة عند الشخص، وبيعملها الراجل بطريقة وبتعملها الست بطريقة تانية خالص. فالراجل لما بيجي يقعد على الكرسي ويعمل تشبيك الكاحل فبيقعد عادي بس بيضم قبضة ايده وبيحطها على دراع الكرسي لو في دراع، ولو مفيش دراع للكرسي بيحطها على ركبته وبيشبك الكاحل بتاعه. اما البنت فبتضم رجليها جامد في الارض، وكمان بتحط ايديها على رجليها او بتربع دراعاتها. فلو لقيت الشخص اللي قدامك بيعمل معاك الحركة دي او قاعد بالطريقة دي فاعرف ان هو في معلومة هو مخبيها. اما طريقة الجلوس اللي بعد كده فهي اسمها السيقان المتوازية، ودي بتستخدمها البنت اكتر. ليه؟ لان عظم الحوض بتاعها مختلف عن عظم الحوض بتاع الراجل، عشان كده طريقة الجلوس بالمنظر ده بتعتبر معيار للأنوثة او مظهر من مظاهر الأنوثة. وفي استطلاع رأي لقوا ان 86% من الرجالة شايفين او قالوا ان طريقة الجلوس بالمنظر ده بتبقى جذابة اكتر للرجالة، وده اكتر وضع بتحبه الرجالة في البنت اللي بتقعد بالطريقة دي. وليه؟ لان بيبقى الساقين بيبقوا ضاغطين على بعض جامد وبيعبروا او بيدوا احساس بان في طاقه وحيويه ونشاط للبنت اللي بتقعد او بتقعد بالطريقه دي يعني. كمان من ضمن طرق الجلوس او الطرق اللي بتعملها البنت بس وهي التفاف الساق. البنت بتشبك رجل من رجليها الاتنين ورا الرجل التانية، ودي معناها ان البنت بيبقى عندها مشاعر خجل او ان هي مكسوفة بشكل عام، حتى لو الجزء العلوي عندها بيبان غير كده او ان هو بيبين ان هو مسترخي يعني. فعشان كده لو لقيت البنت عامله الوضع ده وهي قاعده او طريقه الجلوس بتاعتها بالمنظر ده فانت خلي كلامك يكون معاها لطيف وودود عشان تكسب النقاش معاها. وتعالى معايا بقى دلوقتي نروح لسؤال: ازاي الشخص اللي قدامي لو لقيته منغلق واخد وضعيه الانغلاق افك الوضعيه دي؟ مبدئيا لو انت بتتكلم مع حد وعايز تقنعه بحاجة معينة او انت بتتفاوض معاه على حاجة معينة ولقيته قاعد بوضع تقاطع الذراعين مع تقاطع الساقين
فما تطلبش منه حاجه لانه مش هيعملها لك ببساطه، ولكن الحل ان انت لازم تكسر الوضعيه دي اصلا. طب اكسرها ازاي؟ عن طريق ان انت تقول له عايزك تقعد جنبي او تعالى اقعد جنبي، تطلع التليفون بتاعك وتديله يبص فيه، تديله مثلا كتاب او قلم او عينه من اللي انت بتبيعها له او ايا كان عشان يبتدي يغير وضعيه تقاطع الذراعين ويبتدي يمسك العينه ويشوفها، او كمان ان انت تقدم له مشروب. فكل الحركات دي بتخليه يميل بجسمه لقدام وان هو يفك وضعيه تقاطع الذراعين ويبتدي يتكلم معاك بشكل منفتح اكتر. بس لو عملت اي حاجه من الحاجات دي او اي طريقه من الطرق دي ولقيته لسه برضه عند نفس الوضعيه واخد نفس وضعيه الانغلاق، فالافضل ان انت ما تتكلمش معاه واعرف ان هو رافض كل كلامك بشكل قاطع يعني. وكمان لو خدت بالك مثلا في نشرة الأخبار، لما أنت بتيجي تفتح التلفزيون وتتفرج على برنامج تلفزيوني أو نشرة أخبار، فتلاقي المذيعة اللي بتبقى موجودة مثلا بتبقى كاشفة الساقين بتوعها شوية أو لابسة جيبة قصيرة أو أيا كان، فده عشان في العمل بتاعهم بيبقوا عايزين يجذبوا مشاهدات أكتر، فبيخلوها تطلع بالمنظر ده. لكن الأبحاث قالت إن الرجالة ما بتفتكرش تقريبا أي حاجة من المحتوى اللي بيتقال بالطريقه دي، يعني هيفضلوا يتفرجوا كل حاجه تمام، بس تيجي تقول لهم انتوا فاكرين ايه، يقول لك انا مش فاكر اي حاجه خالص. فالخلاصه ان في مجال العمل الافضل للراجل والبنت ان هم وهم بيقعدوا ما يحطوش رجل على رجل، ولكن الافضل ان هم يحطوا رجليهم جنب بعض على الارض عشان التعامل يمشي بشكل كويس ويبقى في استفاده سواء بقى من المحتوى اللي بيتقال او يبقى في استفاده بشكل عام في مجال العمل. كمان في 13 اشاره احنا بنعملهم وبنشوفهم في حياتنا بشكل يومي وبنعمل منهم بس ما بنبقاش واخدين بالنا منهم، وهنعرف اكتر عنهم وهنتكلم عنهم بالتفصيل اكتر في الحلقة الجاية. انا امير، شكرا انك وصلت للاخر. لو المحتوى عجبك ما تنساش تشترك في القناة. سلام.